طيب السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جايلك حبيب قلبي فيديو جديد وعن طريقة حظر ارقام الواتساب زي ما انت شفت طبعا في عنوان الفيديو. فتابع الشرح لحد الاخر عشان تعرف ازاي تحظر ارقام كويس، وعلمك كل حاجة في قلب الفيديو. تمام يا قلب اخوك؟ بس لو كده حبيب قلبي، لو انت مش مشترك عندك في القناة انزل اعمل اشتراك القناة، فعل زر الجرس وحط لايك كومنت للفيديو عشان يوصلك كل جديد. وخش اشترك في قناة التليجرام، هنزل هناك كل حاجة، البنود وكل حاجة هناك بنزلها هناك في قناة التليجرام، وبرضه وزع أرقام فيك هناك. خش اشترك هناك هتستفاد كتير. تمام، نبدأ كده على الشرح على طول. أول حاجة يكون طبعا عندك نسخ العكس، يكون استحسن يكون معظمه أساسي، لأن الحظر دلوقتي بقى صعب جدا، وعشان الترجيم بقى معش زي الأول. تمام، فأنت أحسن تستخدم أرقام أساسي. عندك كتير أرقام فيك بس هستخدم أساسي أحسن. تمام، هقول لك دلوقتي من كام إبلاغات، من كام نسخ، ومن كام كل حاجة. تمام، تابع الشرح عشان تعرف تحظر كويس. الناس اللي أنا مش عارفة تحظر أو تحظر ازاي والكلام ده كله يخشوا يكلموني، هعلمك كل حاجة دلوقتي. تمام، عندك طبعا نسخ العكس. نسخ خدت بالك في وصف الفيديو، بس هنزل لكم التحديث بتاعها قريب برضو بإذن الله. تمام. تمام، خش على نسخة العكس بعد ما تفعل على الأرقام بتاعتك. تخش على زرار العكس، وبعد كده قلب تضغط بقى على الحماية الخصوصية، هتفعل زرار العكس، تلاقي هنا موجود عندك على طول. تفعل زرار العكس بتاعك. تمام، تطلع هتجيب الرقم اللي انت عايز تطيره، أي رقم بقى. مثلا هوريهالكوا تاني، تيجي عند رسالة رقم غير محفوظة، تلاقي هنا حط رقم حروفك. تمام، اضغط عليها، تحط الرقم انك عايز تغيره. تمام، لازم انك تحط الرقم لصق، تاخده كوبي وتحطه لصق هنا. تخش جوه الشات بتاع الشخص ده. تمام، هتعمل ايه؟ هتجيب الحافظة وتحط البند اللي هسيبهولك في وصف الفيديو، يكون هو ده البند. مش عايز بس اظهر البند في قلب الفيديو. تمام، حط البند في قلب الشات كده بالشكل اللي احنا حطيناه ده، وتطلع هنا عند روبورت. تمام، تديله كام إبلاغ من هنا، تلاقي الشاشة هنا ثابتة، علامة الصح متشالة، يعني النسخة جامدة في الإبلاغات. تديله إبلاغات براحتك خالص، بس تعدل 25 إبلاغ. افضل كده اديله إبلاغات من هنا. تمام، خليك سريع كده واديله إبلاغاتك من هنا بالشكل ده. عدل 25 إبلاغ، عايز توصل ل50 إبلاغ انت حر. كل ما بتكتر في الإبلاغات كل ما الرقم يطير معاك أسرع. يعني اعرف دي، كل ما انت بتكتر في الإبلاغات وتكتر في النسخ كل ما تلاقي الرقم يطير معاك أسرع. افضل اديله في الإبلاغات كده. تمام، افضل بلغ، اديله روبورت. تمام، خلصت البلاغة بتاعتك من بره بالشكل ده. تخش جوه الشات، هتحدد على البند، على البند بالشكل ده، على البند الرسالة، تيجي عند 3 نقط وتعمل روبورت. برضو روبورت، تحدد على البند، برضو نفس النظام، على البند روبورت وتدي روبورت. تمام، تضغط على كلمة روبورت، هتلاقي روبورت هنا تاني، تضغط عليه نفس الكلام، تعمله بتاع 5 من هنا. تمام. تمام، تيجي بقى هنا عند روبوت اللي بيكون تحت في قلب الشاشة نفسها، تضغط عليه وتعمل روبوت، برضو نفس النظام، تديله بتاع 15 ولا حاجة من هنا. قلنا ده أسرع من اللي فوق، يعني ديت انت براحتك، دي تكون أسرع معاك. تمام، خلصت الإبلاغة بتاعتك كده بالشكل ده. تيجي عند آخر إبلاغ، تفعل علامة الصح اللي هي تكون هنا دي، علامة الصح دي اللي هي حظر جهة اتصال وحذف الدردشة، تضغط عليها علامة الصح تفعلها وتديله الروبوت. بس يا معلم، خلصت كده من أول نسخة. تخش على النسخة التانية، تاخد نفس الرقم كوبي بالشكل ده، وتخش على النسخة، تيجي عند الرقم غير محفوظ برضو، تحط رقم خروف بتاعك، تخش الشات، تحط البند. لا مش ده، احنا غلطنا ولا ايه؟ نسيت افعل زرار العكس. خش تفعل زرار العكس الاول، ما علينا مش مهم. تخش جوه الشات، ترمي البند وتطلع تديله 25 ابلاغ او اكتر من هنا. تمام، تديله 25 ابلاغ او اكتر. خلصت الابلاغ بتاعتك من هنا، خش جوه الشات، حدد على البند اللي هي على الرسالة نفسها، على الرسالة نفسها. تمام، تيجي عند 3 نقط وتعمل روبورت، تديله 5 إبلاغات على البند، 5 إبلاغات على البند. طبعا تظهر لك العلامة اللي هي هنا، اللي ما ظهرت لناش هنا عشان احنا بعتنا له الرسالة. نمسح الشات. تمام، خش جوه الشات بتاعه تاني، تظهر لك اهي، تظهر لك.
ويفضل برضو اديله بتاع 15 إبلاغ من هنا. كل ده علامة الصح متشالة، علامة الصح متشالة في كل ده. تيجي تفعل علامة الصح امتى بقى قلبي؟ تمام، عند آخر إبلاغ تفعل فيه علامة الصح وتديله الريبورت الأخير بتاعه. نفس النظام لحد ما تخلص كل النسخ اللي عندك. لو هتعمل الحوار ده كله من كام نسخ؟ من 8 نسخ أقل حاجة، ولازم يكون أساسي عشان الرقم يطير معاك أسرع، لأن النسخ دلوقتي معظمها بتطير، والرقم اللي بيطير مع نسخة معدلة ما يفتحش عليها تاني غير بطريقة كده معينة، لأن الشركة عايزة تمنع النسخ المعدلة والشغل ده كله. تمام، بس برضه انزلكوا طرق كل فترة كده ان شاء الله، وانزلكوا تحديث لجميع النسخ العكس. كل اللي مستنسخ نسخ هحدثها له برضه ان شاء الله. تمام، فانت تعمل نفس الحوار ده يا قلبي من 8 نسخ ان شاء الله. وفي برضه لو انت معرفتش تحضر من البند ده، خش كلنا على التليجرام واحذر لك اللي انت عايزه برضه عادي. بحذر للناس ارقام انا عشوائي، بس انا مش كله اكيد، اللي هو حظه بقى، لا اللي هيجي هو حظه. تمام، برضه اوزع لكم ارقام فيك، اللي عايز ارقام فيك على التليجرام كل حاجه بعملها هناك. هسيب لكم اليوزر بتاعي او القناه التليجرام في وصف الفيديو. تمام، والبند صاحبي انت معرفش تحظر بيه، بس لو انت جالك الفيديو بعد فتره، ما الطبيعي البند يبقى مش شغال، عشان الناس تقول البند مش شغال والكلام ده كله. طبيعي البند مش شغال. البند الفيديو بنزله بيشوفه 1000 واحد او 2000 واحد، يعني دوما كلهم هنزلوا البند ويبلغوا منه ويفعلوا البند. اكيد مش هشتغل مع كل ده، هشتغل مع جزء منهم بس. البند مش هيقعد ده كله مثلا، اكيد من الضغط ده كله هيقف بالعقل كده يعني. فانت لما تسمع الفيديو اول ما نزل على طول ان شاء الله البند هيشتغل معاك. اعمل اللي انا قلت لك عليه، ولو ما اشتغلش معاك ومعرفش تحذر كلمنا على التليجرام واعمل لك اللي انت عايزه واحذر لك اللي انت عايزه. تمام قلب اخوك كده. تكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنساش تعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وهتلاقوا لينك البند ده في وصف الفيديو. سلام يا شباب.